اهي الكوبيبه يا بنات، بصوا عملناها زي القرص ازاي، وما بتبقاش تخينه. بصوا بتبقى هو ده السمك كده. تعالوا نشوف بقى احنا هنسويها ازاي. يبقى انا كده عملتها بطريقه يعني ايه، بطريقه التحضير كلها من الاول للاخر. تمام كده، تمام. اهي بعد ما خلصت الكميه بقى بتاعتي كلها اهي، جبت الحله كده. كان عندي بقى حته جناح على حته ورك على حته رقبه، حطيتهم كده عشان خاطر دي بتحب الشوربه الدسمه، بتبقى طعمها حلو. ورشيت شويه بصل كمان. فرمت 3 طماطميات بس في الكبه، مش في الخلاط، لان انا مش عايزاهم ناعمين. اوزع كده شويه منهم تحت، كل ده بيدي طعم جميل جدا ليها، مش مجرد ان احنا هنسلقها في الشوربه يعني وخلاص، لا. الخطوه التانية بقى ناخد الكوبيبه بتاعتنا كده ونحطها. تمام كده، بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش اسهل من كده اهو. بس خلي طرفها كده يبقى على طرفها، عشان تقدري لما تيجي تحركيها تتحرك معاكي وما تعجنش منك. بصوا وما تلزقش. تمام كده. بصوا كده يا بنات، داير ما يدور بالشكل ده. سهله جدا. هنعمل بقى الدور التاني. ما شاء الله، بصوا كلها باينه اهي، الطبقات كلها بصوا باينه ازاي. داير ما يدور كده يا بنات. بقيه الطماطم بقى نحطها في النص هنا. حطيت على الطماطم كده مكعب ماجي عشان بيديها طعم حلو قوي. بصوا بقى يا بنات الشوربه عامله ازاي. عندي شوربه بقى كنت عامله فته، وما شاء الله الشوربه بتاعتها كانت دسمه او امبارح، فخليت منها شويه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى في النص الفحره دي، عشان كده انا بعملها كده، لان هي بقى ايه، بتوزع الشوربه كويس قوي. هنحتاج كمان شويه شوربه، هزودها ايه كمان. الله الله الله. هزيها كده بس كده. شايفين بقى عامله ازاي. بصوا، يلا نرفع على النار. كنت هنا بعمل شويه رز بلبن للولاد، خلاص استوى. اشيل بقى ده واحط الحله بتاعه الكوبيبه. بصوا ما شاء الله، بصوا عامل ازاي. انا بحط على الكوبايه الرز 2 كيلو من اللبن. كيلو بغليه مع كوبايه الرز، وبعدين اطفي عليه واسيبه يرتاح نص ساعه. والكيلو التاني بضيفه عليه، وارجع بقى ارجعه تاني على النار مع السكر والفانيليا، ومعلقه كبيره من كريم جانتيه خام، وكمان بحط له معلقه من النشا. بصوا بيبقى عامل ازاي. وهتستغربوا قوي لو قلت لكم ان انا بحط له معلقه من السحلب الخام. بودر السحلب بيخليه بياض التلج كده. بصوا بيبقى عامل، مش انت بقى بتاكلي رز بلبن، لا انت بتاكلي كريمه. انا بحب اعمله بالطريقه دي. خلاص كده هطفي عليه واحط بقى ايه، الكوبيب على النار. اول ما تغلي معاكم كده يا بنات، هنوطي عليها النار زي الرز تماما، علشان خاطر تستوي وتحتفظ بالشوربه اللي بتكون فيها دي، بتدي طعم حلو قوي. شايفين بقى، هنوطي عليها النار ونقفل. وهنا طبعا رصيت الرز بلبن، وحطيت كده للولاد بيحبوا ايه، الشوكليت شيبس فيه كده. هو بس كده خلصنا. عشان ابقى ماشيه معاكم خطوه خطوه، في نص التسويه لازم نحركها. انا حركتها ازاي. انا بعد ما حركتها قلت يا لهوي، لا لازم اوريهم. نحركها كده، مجرد ما انت بس بتزقيها كده على الرصه اللي احنا كنا عاملينها، بتلاقيها اتفككت. بصوا اهي، حتى لسه الفحره زي ما هي اهي. تمام اهي، شايفين. بس كده نغطي بقى وتكمل السوا بتاعها على ما شاء الله راحتها. استوت ازاي. انا جايه اجري والله على اساس ان انا اكمل بقيه التصوير. يعني انا قفلت عليها ولان هي استوت ومشيت، لان اتاخرت. بنتي النهارده تالتة اعدادي، وكان ايه اول يوم امتحان، فكان لازم اني اروح اجيبها. فاتاخرت بقى. عارفين عملت ايه، وطيت عليها النار وسبتها ومشيت. قفلت بقى كده اهوت، وقلت ايه، لا انا لازم اروح الحق البنت. اتصلت بقى بابني وقلت له اقفل بسرعه على الاكل يحسن. خلاص كده كفايه. هي ما بتاخدش وقت كتير خالص على النار، الحمد لله. يعني ما شاء الله، شايفين شكلها بتاخدش وقت كتير خالص على النار، بتستوي. بصوا زي ما انا قلت لكم الصلصه عامله ازاي. ربنا يا رب ينجحهم ويطمن قلوبنا يا رب على اولادنا جميعا يا رب. بصوا بقى عامله ازاي، جميله جميله جميله. ما بتاخدش وقت، زيها زي الرز، اكنك بتسوي رز. مفيش حاجه خالص ملزقه، ما شاء الله يعني.
بصوا طعمها حلو حلو حلو.